مساء الخير. كاتي مساء الخير يا فانزاتي، عاملين ايه؟ نزلت من فتره كده بوست على الفيسبوك بقول فيه امتى اكتر مره حسيت انك ذكي؟ اللي هي ذكي كده دي كده وما شاء الله والله كومنتات كتير بالهبل والله. البوست بيشاع ذكاء ما شاء الله. نورهان قالت لك ايه بقى؟ لما كنت في الامتياز والدكتور بيقول لي هاتي حامل من جوه، رحت قلت لواحده من الستات الحوامل واحده فيكو تيجي تكلم الدكتور عايز، وطبعا الدكتور قلطم على وشها نورهان ان انا عايز حامل محاليل يا نورهان مش واحده حامل. ايمان احمد قالت لك ايه بقى؟ لما موبايلي اتسرق ورنيت عليه الحرامي رد عليا سالني الباسورد ايه؟ قمت قايلها له انا قلت لحضرتك الباسورد، هترجع الموبايل امتى يا عمو الحرامي؟ مريم حنا بقى قالت لك ايه؟ مره ظبطت الميزانيه في امتحان المحاسبه وقعدت اقول بقى الله على ذكائي، الله على ذكائك يا بنت يا مريم يا مجنناهم مني في اللجنه، والمراقبه كانت مبهوره بيا وطلعت راجع مع البنات طلعت ارقام تانية خالص، ومن وقتها بطلت افتخر بذكائي عشان انا مش هقول لكم حاجه تاني، لا بتحسدوني مش هقول لكم على اجاباتي. ماهي مصطفى بقى قالت لك ايه؟ لما كنت عايزه نور ضعيف في الاوضه عشان عايزه انام، انا عايزه انام يا جماعه، فرحت جبت الاباجوره ولزقتها في المخده لحد اما صحيت على ريحه الحق ماما الحقيني يا ماما البيت بيولع. برهان محمد سليمان وهي يعني طاقه من الذكاء بسم الله. البياع كان بيقول لي السعر 25، انا بقى حبيت افاصل بقى قلت له والله هم 30 ما يعني مش هدفع جنيه زياده الله يصلح حال. قال لي والله انا موافق واتبسطت قوي وقتها اني غلط. شفت انا كسبتك في السعر مش. واخويا جنبي عمال يقول يا بنتي يا نوره اسكت يا نوره هتشحتين. نورهان يظهر البوست ده يا نوره يا نورهان كله. كتبت قانون على ايدي كنوع من انواع الغش الجامد، وجه القانون في الامتحان ونسيت انه على ايدي وفضلت طول اللجنه عاوزه حد يا جماعه حد يغششني. انت لو رفعت ايدك قلت يا رب هتلاقي قانون. نورهان هو البوست ده بتاع ناس يا نوره يا نورهان كلهم اذكياء ما شاء الله. ماما كانت رجلها اليمين وجعاها وخليناها نايمه وحبينا نساعدها انا واخوي، قد ايه انتوا ناس والله قلبكم فيه رحمه، وقعدنا بقى ندلكها لها ولبسناها شراب، في الاخر صحيت قالت لنا ميرسي يا حبايبي بس اللي انتوا عملتوه ده في رجلي الشمال وانا رجلي اليمين هي اللي تعبانه. هدير مجدي قالت بقى كل مره اقف عند اي بياع وافتح الاله الحاسبه، لا ثانيه واحده انت هتشتغلنا ثانيه واحده عشان اراجع وراه الحساب. اخر مره بتاع الشرابات قال لي حضرتك بتحسبي ايه يا ابله؟ 20 زائد 20 يساوي 40. تيتو امي بقى قالت لك ايه؟ صاحبتي كانت بعتلي رساله بتشتكي فيها من صاحبتي الثانيه، كتبت لها عملت ايه المنيل؟ انا عارفه اللي هي بتعمل فلانه دي. والمهم بدل ما ابعت الرساله ليها قمت بعت الرساله لصاحبتي الثانيه اللي شتمتها. المهم رحت مسلمه الاولانيه للثانيه تسليم اهالي وحكيت انا ماليش دعوه، اصطفوا انتوا مع بعض ما تلخبطونيش. جوزيان ايهاب قالت لك بقى اخر مره في المدرسه الاستاذ عمال يقول يا جماعه صلوا على النبي وانا ساكت، يا عم انا مسيحيه يا عم ما فيهاش حاجه. فلقيته بيقول لي خلاص يا بنت مجدي يا بنت، فبدل ما مجد قمت قلت له عليه الصلاه والسلام يا مستر. غدا هشام حسيت بذكائي لما الكراسه كانت بتخلص اروح اجيب كراسه تانية، اللهم صل على النبي يا غاده دودو انت قمر يا دودو، انقل كل اللي في الكراسه الاولانيه الاقي كراسه تانية خلصت، ده حاجه غريبه جدا، ده في عفريت في الاوضه. آية الله عبده قالت لك ايه بقى؟ لما كنت بتعلم سواقه واللي بيعلمني قال لي هي العربيه كده مبطله ولا شغاله؟ قمت حطيت ودني على الدركسيون عشان اسمع الموتور، لا ثانيه واحده لا في نبض العربيه عايشه. ميدو مصطفى قال لك بقى حرفيا قعدت ساعه قبل كده بدور على التليفون والبيت كله بيدور معايا، يا جماعه دوروا معايا مش لاقي تليفون في ايه؟ بيدور معايا وخلاص اقتنعت انه ضاع بره البيت، واهلي فضلوا يواسوني خلاص يا ميدو معلش يا ميدو هنجوزك ستها يا ميدو، هنجيب لك اللي احسن منه خلاص وكده. وكل ده مش المشكله ان وانا بدور عليه واحد صاحبي رن عليا قلت له الو اقفل دلوقتي تليفوني ضايع مش ناقص سبخه. نعمه حسن الاسمر قالت لك ايه بقى؟ هنا ساسكت قليلا. قالت لك مره راس الشاحن بتاعي اتكسرت وكنا بالليل والمحلات قافله وانا لازم وحتما ولا بد اشحن الموبايل، قمت فصلت الراس عن السلك يا ساتر يا رب وجبت فيشه كانت بايظه عندنا ووصلت سلك الشاحن بالموبايل وهوب الفيشه في الكهرباء والموبايل فرقع. مش عارف قال لي ما انت
ولا مفيش حاجه. ميدو مصطفى مره تانية قال لك لما حليت مساله محاسبه وطلع مرتب العامل 1.5 مليون، هنا انا برافو ميدو، ايوه هو ده الكلام. سهير صبحي الحمد لله مش نورهان، كنت صغيره وماما ادتني جنيه اشتري كراسه وقالت لي هاتي الكراسه بجنيه يا سهير. المهم رحت اشتريتها، طنط اللي في المكتبه ادتني الكراسه وقالت لي دي ب 75 قرش بس يا سهير مفيش مشكله، وانا قلت لها لا يا طنط مش هينفع. ماما قالت لي هاتيها بجنيه، لازم تاخدي الجنيه، لو رجعت لماما هتطردني بره البيت. محمد غنيوه قال لك لما كنت في الجيش كنت مكلم واحد يعمل لي واسطه اتنقل في مكان حلو، مش هوصيك مش عايز سحل انا الله يكرمه. المهم ونصيبي جه في مكان ممتاز من غير الواسطه ولا حاجه. المهم الواسطه قامت اتكلمت بعد ما رحت المكان الحلو نقلتني في مكان وحش ومعرفتش. عاجبك كده سوحتني ربنا ينتقم منك. هاجر محمود بقى قالت لك ايه مفيش اذكى مني، اقسم بالله ما في اذكى مني بقى حاجه. ايه في مره كنت في الجامعه وكان عندي امتحان فطبقت ورحت الامتحان، ده مش مبرر، وخلصت ومروحه انا واصحابي وراكبين في الكنبه اللي ورا السواق، والاتنين اللي ورانا بعتوا الاجره، فانا بعت للسواق الاجره وقلت له كده 8 من 20 يا اسطى يعني انت ساقط. المهم ايه قال لي دول ايه دول؟ قلت له الثلاثه اللي وراك والاتنين اللي وراه. قام قال لي هو ايه 2 و3 8 يا انسه؟ قلت له اه. قال لي حضرتك متاكده انك في كليه تجاره؟ قلت له اه يا اسطى في ايه؟ انت هتهزر معايا ولا ايه؟ ايوه 2 و3 يساوي 8 مالك في ايه؟ قال لي يا لسه مش ههزر، بس حضرتك متاكده ان 2 و3 8؟ وانا اقول له اه. بقول لك ايه يا اسطى خد الاجره ومش عايزين وجع دماغ الله يصلح حالك. واصحابي والميكروباص كله ميتين من الضحك ومش عارفين يصلحوا لي واللي بيحصل، لحد ما هديت شويه كده لقيت الله ده 2 و3 5 يا جماعه. 2 ايه موضوع لا هيما 2 و3 8 بقى. سام منصور مكي قال لك ايه بقى لما جبت بمجهودي الشخصي ما شاء الله عليك يا ابني في الرياضيات 106 من 300، ايه رايكم فيا؟ انا فظيع. المهم قلت لبابا بابا انا لازم اخد درس يا بابا اديني درس دلوقتي. خدت درس، بعد ما خدت الدرس خصوصيه لنفس ذات الماده جبت 102 من 300. كده يا بابا حق عليا وفرت لك 4 درجات. ميرات الهامي قالت لك ايه بقى لما ركبت ميكروباص ب7 جنيه ونص وكنت دافعه 100 جنيه لميت الباقي بخناقه عشان حسيت ان هم بيضحكوا تتلموا عليا 14 راكب عليا في ايه مالكم انا صحيه لكم. المهم نزلت اعد الفلوس لقيتهم 110 نصبت على الناس. امنيه حسام بقى قالت لك بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه ولا مره. آية قالت لك ايه بقى لما اكلت علبة البسبوسة كلها من التلاجة وانا صغيرة من غير ما حد ياخد باله، حد شافنا يا جماعة حد شاف، وخرمتها كده ما فتحتهاش ليه بوظتي العلبة يا آية ليه يا حبيبي. وكانت الصدمة لما بابا جه يفتحها بكل ثقة قدام الضيوف وكان جايبها من مكان غير، بيقول لهم بقى هتدوقوا احلى بسبوسة يا لهوي مين اللي خرم العلبة. رانيا محمود قالت لك بقى اكتر مرة حسيت فيها اني ذكيه يا ساتر. قابلت صاحبه ماما وكان معاها بنتها وسلمت عليها بعد ما وقفت معاها اكتر من ربع ساعه، بتعرفني على بنتها بتقول لي بوسي بنتي، قمت بايساها والله ده جميله قوي طنط ما شاء الله. اسمها ايه بقى يعني اسمها المهم ايه من غير تفكير بوستها واتاري البنت اسمها بوسي. الله طب انت غلطانه يا طنط انت اللي غلطانه، قولي بنتي بوسي هبوسها برضه. مروه حسن قالت لك ايه مره كنت ماشيه ورا جوزي بعربيتي وانا بقرا جدا في الطرق وابني كان قاعد جنبي وجوزي عمال يدي اشاره يمين ادخل وراه يمين شمال ادخل وراه شمال، فمره دخل يمين وادى اشاره انا قلت لابني شكل بابا تايه يا يوسف، بابا ما يعرفش في الطرق حاجه حبيبي ولا اي حاجه. المهم انا همشي على طول يا يوسف الاقيني دخلت في شارع غريب ولفيت ورجعت ادخل الشارع اللي دخل منه جوزي ما لقيتوش وموبايلي فصل، قعدت الف حوالين نفسي لحد ما لقيت محل دخلت شحنت الموبايل وكلمت جوزي وبعت له اللوكيشن يجي ياخدنا. ويوسف ابني بقى نسي كل الغباوه اللي عملتها وقعد يقول لي ماما قد ايه حضرتك ذكيه جدا يا ماما انا منبهر بيكي عشان دخلتي محل وشحنتي الموبايل وفضل مبهور جدا يوسف ارجو موضوع التوهان ده ان انت انساه تماما. هناء ثروت بقى قالت لك ايه لما كنت في ثالثه ثانوي وكنت قاعده في درس فيزياء وفي واحده قاعده جنبي قلت لها انت علمي ولا ادب؟ ايه اللي جابك هنا؟ ده الفلسفه والمنطق صعبه قوي.
ميادة خاطر قالت لك ايه بقى؟ فانزات يا حبايبي والله العظيم يتمتعون بقدرات فظيعه، كلنا شبه بعض والله، تخافوش انتوا مش لوحدكم. حليت مره مساله رياضه محدش عرف يحلها غيري، وبعديها باسبوع جه نفس السؤال، قلت له معلش هي هتحل ازاي؟ مش فاكره، نسيت البتاع. اسمع زين قالت لك بقى كنت اول مره اشتري موز من العربيه في الشارع وهو كاتب ان الكيلو ب10. عملت انا بقى ايه؟ حويطه بقى، لا انت هتضحك بقى على بص لا معلش، قلت له لا انا هاخد الكيلو ونص ب15، معلش فصلها فاصلك مش هسيبك. مريم الطيب بقى قالت لك ايه؟ لما النور كان قاطع وقلت لاخويا يا عم شغلينا مروحه، انت سايبنا قاعدين في الحر حتى نفسي هيروح. المهم بيقول لي ازاي يعني ازاي النور قاطع؟ قلت له صح، لو شغلتها الشمعة هتطفي. نريمان اسماعيل ما تخافيش يا نريمان، هذا الخطأ وقع فيه ناس كتير قوي، ما تخافيش احنا هنمسك في ايدين بعض كلنا لحد النهايه. ما تخافيش. كوع الحوض اتكسر بتاع المطبخ وحطيت جردل لحد ما اغسل الاطباق الميه تنزل فيه، عداكي العيد يا نريمان ما فيش حاجه حبيبي. وبعد ما نضفت وخلصت قمت جايبه الجردل ودلقته في الحوض، يا لهوي البيت خارق. محمد فتح الله بقى قال لك مره وانا صغير كنت عايز اعمل مقلب في اخويا الصغير، فقلت له لو حطيت المقص في فيشه الكهرباء دماغك هتنور. الواد بص لي وقال لي بجد يا محمد؟ قلت له المهم رحنا على فيشه الحمام عشان طبعا ما حدش يشوفنا طبعا، بس المشكله ان الفيشه كانت عاليه جدا وعمال يشب مش طايق. في ايه؟ اساعدك ولا ايه؟ وانت مش طايق. قلت له استنى هشيلك ونحط المقص حاسب الكهرباء. آية يوسف قالت لك بقى ايه؟ لما كنت فاكره ان الالوان ما كانتش موجوده زمان اهو، انت عشان بقى ايه؟ افلام الابيض واسود كنت فاكراها كده كانت الالوان، وانه في زمانهم ما كانوش اكتشفوا الالوان على فكره. هذا صدق او لا تصدق بقى، انت عارف بقى كده ولا مش عارف؟ الا من قريب بكلم امي وابويا بكل ثقه بقول لهم تعرف يا بابا طب ماما هتنطط عليكم شويه بمعلومات ان زمان ما كانش فيه الوان، انت عارف الموضوع ده ولا لا؟ بقول لهم المعلومه دي صح بالنسبه لي. لقيت العيله كلها بتضحك وانا مصدومه، بتضحكوا على ايه يا جماعه؟ دي ثوابت، انتوا في ايه؟ راح ابويا قال لي يعني الشجر كان لونه اسود زمان ولما اكتشفوا الالوان بقى اخضر. عندك حق يا بابا عندك حق، ازاي ما فكرتش في الموضوع ده لحد دلوقتي؟ دكتور ماجد محمد عبد الرازق قال لك لما قلعت البلطو بتاعي ساعه ما بلطجيه هجموا على الاستقبال ونازلين نار ضرب في كل الدكاتره دكتور ماجد معانا على فكره، لا هو قلع البلطو بس. خالد عبد الخالق قال لك ايه بقى؟ فضلت ادور على الموبايل لحد ما لقيت قشره موز في جيبي فعرفت تصدق الموبايل في الزباله شكله. حنين سيف بقى قال لي لما بفهم حوار حد بيحوروا عليا. انتوا بتحوروا عليا ونادرا ما ليه؟ نادرا ليه؟ ميار حمدي بقى قالت لك ايه؟ لما بقوم احط الموبايل على الشاحن والنور قاطع عشان لو فصل ولا اصلا فاتحه الكشاف بقى. فاطمه رؤوف قالت لك ايه؟ لما بقيت افك الفلوس قبل ما اركب الميكروباص، يعني مثلا اجره الميكروباص ب 3 جنيه ونص وكل مره اديله 5 جنيه ومستنيه الباقي، ساعات كان يديني الباقي وساعات يقول مفيش فاكهه يا ابله، وكنت ببقى محروق دم. هتشتغلني ولا ايه؟ انا لازم اصحى لكم. محروق دم قوي انه اخد الجنيه ونص، بحس ان ايه يعني علم عليا كده، فبقيت بمشي حاليا بسره من الدنانير عشان اديله اهو بص فكيت لك حياتي عشان احاسبك مش هتفلت مني. الى هنا سيداتي انساتي سادتي تنتهي فقره امتى حسيت انك ذكي كده. شكرا، سلام عليكم.